تبين لنا من زيارة المدارس مع البنات، تبين لنا بأن كثير من البنات ما عندهن معرفة بما يختص بالنساء. هذه مسألة مهمة جدا. يعني غالب الحريم بس يتكلمن عن الوضوء، عن الطهارة، عن ما أعرف إيش، لكن ماشي مرأة تدرس دراسة خاصة عن أحكام الحيض، عن أحكام النفاس، عن أحكام الجنابة، ويعتبرون هذا عيب. تو هذا الدرس في الحيض والنفاس والجنابة ما ممكن رجال يلقي فيه درس، صحيح ما صحيح؟ في إحراج، ما كذا؟ وإن كان دين وإن كان يجوز، لكن في إحراج. لكن ضروري يكون على الأقل 2 ولا 3 يصير المدارس البنات الكبار، ولو في الأسبوع يوم واحدة يسميوها هناك حصة احتياطية، تكون هذه المعلمة أو